السلطات السورية تقوم بتحقيق دقيق لمعرفة مصدر إطلاق القذيفة التي سقطت في الجانب التركي وأدت إلى سقوط ضحايا. حتى الآن التحقيق لم ينتهي، التحقيق الرسمي لم ينتهي، والحكومة السورية على لسان السيد وزير الإعلام عبرت عن تعازيها للضحايا ولعائلة السيدة التي استشهدت في القصف وللشعب التركي، لكن هذا لم يكن اعتذارا، هذا كان تعبير عن التضامن مع المدنيين، التضامن مع هذه السيدة وأطفالها، والتعاطف مع هذه المأساة التي لحقت بالعائلة. التحقيق لم ينتهي بعد، السلطات السورية تقوم بما يجب أن تقوم به. نطالب الجانب التركي أيضا بالقيام بنفس الشيء، وهذا كله قائم على وقائع، يعني هناك مجموعات مسلحة تهاجم المواقع الحدودية السورية على الحدود السورية التركية، وهي كلها أمور تجري أمام ناظري حرس الحدود التركي والجيش التركي. فالقصة واضحة تماما للجانب التركي، وهم يعرفون تماما ماذا يجري على المعابر الحدودية، وكيف تقوم بعض المجموعات المسلحة من حين لآخر بالهجوم على هذه المواقع الحدودية السورية على الحدود السورية التركية. وبعض هذه المجموعات المسلحة عندما يطاردها الجيش السوري تلجأ إلى داخل الأراضي التركية. فالصورة هكذا بكل وضوح. هذه هي المعطيات التي تحيط بالحادث الذي جرى أمس.